الشيخ يا جماعه عايز يخلي جماهير النادي الاهلي تستمتع بالنادي الاهلي وهو بيلعب في كاس العالم للانديه. نبه على ابراهيم فايق، قال له يا ابراهيم انا مش عايز جو اللي انت بتعمله دوت وتجيب لي ناس محسوبين على نادي الزمالك ويجي يحللوا مطوشه الاهلي وتيجي تقول لي ده احنا محايدين. لا يا ابراهيم خلاص الامور انكشفت. قال له لا دول ناس محايده. قال له لا يا ابراهيم الامور انكشفت، انا عايز اللي انت تجيبهم يحللوا مطوشه الاهلي يكونوا ناس اهلاويه وبينتموا للنادي الاهلي. ما تجيش تجيب لي تقول لي زيزو وتجيب لي عماره وتجيب لي الشابوني وتقول لي ده انا جايب ناس محايدين يحللوا. لا يا ابراهيم الناس دي زملكاويه ومعروفين اللي هم بينتموا لنادي الزمالك، وانت ذات نفسك يا ابراهيم زملكاوي. بس معلش هتصحح ده ازاي يا ابراهيم؟ قال له هتلبس تيشيرت النادي الاهلي. قال له معقوله يا معلم مستشار؟ ده انا معروف ان انا زملكاوي وبطلع اقول ان انا محايد وكده. قال له لا يا ابراهيم هتلبس تيشيرت النادي الاهلي والبرنامج بتاعك كله هيلبس تيشيرت النادي الاهلي، حتى المصورين اللي ماسكين الكاميرات اللي هم ورا الكاميرات كمان هيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، واللي مش عاجبه مش هيشتغل في القناه يا ابراهيم. طبعا ابراهيم فايق ما يقدرش يقول لا. طبعا قال له ايه؟ قال له طبعا يا فندم تعليماتك اوامر. وابراهيم فايق هيطلع وهو بيحلل لابس تيشيرت النادي الاهلي هتشوفوه لابس تيشيرت النادي الاهلي، وكل المعلقين هيبقوا اهلاويين والناس اللي بيحللوا الموتوش اهلاويين، وكل الناس اللي هتطلع مع ابراهيم فايق لازم هيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. اوعى تفتكر ان هم مش هينفذوا كلام تركي الشيخ، هينفذوه ومش هيقدروا يقولوا لا، لان ابراهيم فايق اغلبيه اللي بيجيبوا معاه في البرنامج ناس محسوبه على نادي الزمالك، وكمان ابراهيم زملكاوي بس بيحاول يقول لك ايه احنا محايدين. قالوا لا مش هينفع يا ابراهيم ان انت تطلع تنقد النادي الاهلي او تنقد طريقه لعب النادي الاهلي او تنقد لعيب بيلعب في النادي الاهلي. لا احنا عايزين نستمتع بالبطوله دي يا ابراهيم. قال له قناه الام بي سي اشترت حقوق البث عشان خاطر الناس الاهلاويه والناس جماهير النادي الاهلي ما ينزلوش الساعه 3 الفجر ولا 4 الفجر عشان خاطر ينزلوا على القهوه عشان يتفرجوا على قناه بين سبورت. قال لك احنا وفرنا كل ده عشان جماهير النادي الاهلي. طبعا تركي الشيخ مشكورا والله كلنا متشكرين جدا ان انت سهلت على الناس، ان انت عايز تسعد جماهير النادي الاهلي، ان انت اكتشفت ان اللي ابراهيم فايق بيعمله ان هو محسوب على نادي الزمالك وبيفضل يجيب زملكاويه يحللوا الموتوشه ويجي يقول لك لا ده الاهلي النهارده مش حلو، لا اصل يجيب لك حلمي طولان، اصل حلمي طولان يقول لك لا الاهلي النهارده مش حلو، امام عاشور مش حلو. مين اللي مش حلو؟ ده الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. هو الاهلي لولا ان هو حلو كان راح كاس العالم للانديه؟ فقال لك الجو حر بقى يا ابراهيم واحنا مش ناقصين. ده المستشار تركي الشيخ بنفسه قال لابراهيم، قال له الجو حر واحنا مش ناقصين بقى جو ايه ان انت تطلع تقول لي احنا محايدين وتطلع لي بالبدله والبليزر. قال له لا هتطلع بتيشيرت النادي الاهلي وكل اللي معاك في القناه هيطلعوا لابسين تيشيرت النادي الاهلي، حتى المصورين اللي قاعدين ورا الكاميرات هيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. ما تجيش تقول لي بقى انا محايد ومش هينفع البس التيشيرت. هتلبس يا ابراهيم يا فايق تيشيرت النادي الاهلي، حتى الزملكاويه هيزعلوا اللي مش عاجبه ما يتفرجش. وانا بقول لك اهو يا ابراهيم الناس كلها خدت بالها ان انت بتفضل تقول انا محايد، بس احنا عارفين كلنا ان انت زملكاوي وعادي يا عم دي حريه شخصيه، بس طالما طالع تغطي بطوله الاهلي في كاس العالم للانديه لازم يا ابراهيم تيشيرت النادي الاهلي.